السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، اليوم نحن في أجمل المحميات مصنفة عالميا، وهي محمية ثنية الحد الموجودة بأعالي تسمسلت. أخذنا الفضول لما قيل عنها وعن جمالها، فأتينا ولله الحمد فرأينا أكثر مما سمعنا لجمالها ولمناظرها الخلابة الطبيعية الرائعة. وقد حزتني نفسي أيضا أن أكتشف بعض النباتات، وقد رأيت بأن هذه المنطقة ما كثر فيها من أعشاب ونباتات مثل شجرة البلوط، وأيضا شجرة الأرز الغنية عن التعريف. إذا استطعت أن أقرب الصورة، نعم كما ترون هنا شجرة الأرز معروفة في هذه الأماكن العالية. وهذه أو هذا المكان في فصل الشتاء يكون فيه الثلج لمدة طويلة، يمكث الثلج في هذا المكان مدة طويلة جدا. أيضا وجدنا أعشاب أخرى مثل السمار، أيضا مثل الخزامة البرية أو ما تسمى الحلحال، أيضا أعشاب كثيرة أخرى لا تعد ولا تحصى. ذكرنا المعروف منها هنا فقط، ولكن ما تزخر به أكثر مما ذكرنا. بارك الله فيكم. مناظر خلابة حقيقة، ما شاء الله تبارك الرحمن. إبداع الخالق في هذا المكان، سبحان الله.